لو عندك ADHD فغالبا اتعلمتي من بدري انك بتحسي الناس قبل ما يفهموكي، صح؟ تحسي نبرة الصوت، تغيير الملامح، التوتر اللي بيبقى في الجو. بس لما بتدخلي علاقة مؤذية أو تتعاملي مع ناس مش صريحة أو بتلف وتدور، دماغك بتبتدي تشتغل اوفر تايم. اه، اوفر تايم. تحلل كل كلمة، تراجع كل موقف. ساعات بنقول لنفسنا يمكن أنا اللي غلط، يمكن فهمت غلط، يمكن في مشكلة. بس في الحقيقة مش انتي المشكلة. تعالي نشوف ممكن نقدر نعمل ايه. أول وأهم حاجة، لو بتتعاملي مع ناس غير واضحة، أهم حاجة تعمليها صدقي إحساسك، بس ما تسيبيهوش يسوقك. واكتبي اللي بتحسي بيه، لأن كل اللي بتكتبيه وبتشوفيه بتشوفيه أكتر بوضوح. راقبي سلوك الناس مش كلامهم، يعني الشخص ده ثابت صريح، ولا كل مرة بلون، ولا بيكذب، ولا بيغير كلامه. وأهم نقطة، حطي حدود. مش علشانهم على فكرة، علشانك انتي، علشان جهازك العصبي يستريح. لو انتي من الناس اللي بتحس بزيادة قوي وبتتعب قوي بسرعة من العلاقات الغريبة، فخليكي عارفة ان انتي مش لوحدك. انا معاكي. تابعيني عشان نكمل سوا، وقوليلي في الكومنتات ايه اكتر حاجة ممكن تتعبك في العلاقات كحد عنده ADHD.